احنا النهارده يا جماعه هنعمل مستحيل. في اجهزه بنشتريها وفي اجهزه بتحفر التاريخ. النهارده مش هنجرب بس العاب، احنا هنجرب صبر لابتوب اشتغل قبل ما فيسبوك يبقى ازرق وبدون اي رامه خارقه او كارت شاي يدوخ. جهاز من العصر الحجري بس بقلبي انا هنخليه يشغل العاب خارقه. ودلوقتي حبيت اوريكم المواصفات كده يا جماعه. حولنا لابتوب جامد وزي ما انتم شايفين بدأنا نفتح بيس 17. واللعبة مش أي لعبة يا جماعة، دي كانت منافسة الحقيقية لفيفا. اللاب بيحاول يشغلها على صوت المروحة عالي جدا، كان عالي يا جماعة. اللابتوب حاسس إنه داخل ملعب، ومش أول جولة كانت حلوة بصراحة، بس كان الجيم كان حلو. كان فيه بطبطه في الفريمات بس مشي يعني. واللابتوب كمان شغل جراني 3 وكانت الفريمات فيها كويسة جدا، كانت 30 بتنزل 27 28 بس كانت الفريمات يعتبر ثابتة، كان في سلاسة، فانا اديله 10 من 10 بصراحة. بجد بقى يا جماعة اللي قتل الجهاز هو المحاكي، بس شغل لعبة عادي يا جماعة، لعبة انا بلعبها دايما كانت جامدة. بيس 13 دي اللعبة اللي انا كنت بقلب فيها مهارات رونالدينيو بصباع واحد وانا واقف بدور على الكيبورد سليم. لو بيس 17 كانت حرب، فبيس 13 كان عرض جامد جدا بفريمات فوق ال50. دي مش لعبة، ده احترام بين الجيلين. اللابتوب ده ما كانش عايز يثبت لي حاجة، ده كان بيحاول يقول لي انا عشت كفاية بس لسه قادر. فانا جربت. وكمان عندك لعبة زي انترنت كافيه اشتغلت عادي، لودنج كان بطيء، كان في شوية تهنيك بسيط بس كانت تمام قوي. وعندك كمان ماينكرافت اتحفرت الاجهزة اللي زي دي ال 50 فريم على او بي تي 5. حصلت مشكلة في التصوير فما كملش تصوير. 6 العاب شغلت ويندوز اصلي، كسرت قاعدة الزمن. بس السؤال ليك دلوقتي، هل تقدر تخلي جهازك القديم يعيش تاني؟ اكتب لي في الكومنتات اسم لعبه مستحيل هتشتغل وانا هجربها على جهاز اقدم من تاريخ ميلادها. ولو عجبتك الرحله دي دوس لايك وسبسكرايب وسيب تحيه للملكه نفرتيتي.